لو ميت عزيز ضمك في المنام، هل ده رسالة حب ولا إنذار؟ لو عرفتي الأسرار اللي بيتكلم بيها الموتى في الأحلام ممكن تغير حياتك. اسمعيني لحد الآخر علشان تعرفي اللي ممكن يخوفك واللي هيدخلك السعادة. أهلا بيكو في رسائل المنام، المكان اللي هتفهمي منه لغة أحلامك. النهاردة هنفسرلك حلم الميت اللي بيحضنك، وهنقولك إزاي ممكن يكون الحلم ده بشارة، خيراً أو نما، تحذير خطير. لو أول مرة تشوفينا اضغطي اشتراك علشان توصلك كل أسرار الأحلام الجديدة. الأحلام مش عبث، دي رسائل. يا بنات، لو الحضن ده كان من أبوكي أو أمك اللي ماتوا فده غالباً بشرى. في علم تفسير الأحلام العناء ده معناه إنهم مطمئنين عليكن من السماء وبيعبرولك عن حبهم اللي ماشي معاكي حتى بعد الموت. لكن خلي بالك، لو الحضن كان دافئ وكما مفيش دموع ناو، ده ممكن يكون إشارة إن ضيقك اللي مريتي بيه هينتهي عن قريب. عندي قصة واحدة، صاحبتي حلمت بابنها اللي مات وهي بتبكي، فضمها وقالها ماما أنا هنا. وبعدها بأسبوع لقت فرصة شغل غيرت حياتها. بس لو الحضن كان انبرد أو مخنوق، ده إنذار. ممكن يكون فيان حد في حياتك بيكذب عليكي أو ناتي مشكلة مالية قادمة. عندي حالة واحدة كانت بتحلم بابن عمها الميت بيحضنها وهي عارفة إنه كان بيكرهها، وبعدها بكم يوم اكتشفت إن جوزها خاينها. إزاي تفرقي بين الإشارة الحلوة والوحشة؟ لو حسيتي بالراحة بعد الحلم، ده رسالة طمأنينة. لو حسيتي بالقلق، ده تحذير تاخديه بجدية. مش كل الأحلام رسائل، أحياناً الحضن ده مجرد انعكاس لشوقك أو لذنب مكبوت. مثلاً لو كنت مقصرة مع حد قبل ما يموت، الدماغ بيحاول أن يعوضك بالحلم ده. إيه الحل لو الحلم مخوفك؟ 1. اكتبي الحلم في ورقة وقريها بعد أسبوع. 2. اسألي نفسك إيه الشعور اللي خلاكي تستني الرسالة دي؟ 3. خدي قرار، لو تحذير غيري اللي تقدر عليه، لو بشرة اشكري ربنا. الأحلام دي مرايا مش سحرس، هي بتعكس اللي جواك. لو حلمك اليوم خوفك، متنسيش إن ربنا بيرسل الرسائل عشان يحميكي مش يعذبك. اشتركي في القناة وهنقولك إزاي تفهمي كل رمز في أحلامك. ولو عندك حلم محيرك اكتبيه في التعليقات.